السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون الصحة؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جيتكم فيديو جديد ان شاء الله تستفادون من عنده. هذا سنجي مال المطبخ، شلون الكاونتر. 3 طلاقات، طلاقة ام المجر واثنين بيبان. تكرمون وانا طالع يم جماعة لقيته تكرمون بالزبالة، فمن رجعت قلت خل اخذه اسوي بيه فكرة معينة. تابع المقطع الاخير شوف. هذا اول باب البي مجر، الباب الصغير يصير. الباب الثاني الوسطاني. هذين الفتحات مال الكرمون مال المجاري، مال البور مال الماي. هذا الباب الاخير. شوف هو هسه هذا السنجي. هذا التكملة مال الفيديو، سويته هيك شبك. شوف الترتيب، شوف القوة، كله سيامة وربط، كله دبل سيم. هاي قاعدة يعني تشيل بيها، يعني مثل تشيل الخانات بيها، لان هاي راح اسوي خانات. تمام. شوف شكله شلون راح يصير. تابع المقطع للاخير. هسه بعد هسه هيك راح يصير شكله، هيك راح يصير شكله. شكل الخانات 3 خانات صار، خانات كلش كبيرة وواسعة، يعني الطير يرتاح بيها. هذا الباب الثاني، هذا الباب الثالث. سويتها من شغلات كلش بسيطة، لأن فيبرات قطع عده فيبرات ضالة، اجنفيت. هاي سيامة، هاي خشبة حتى تربط الفيبرات حتى لا تتكسر. شوف هذا شكله راح يصير هيك. 3 خانات كلش واسعات، بس عوزهن مجرات. يعني لو مجرات يصير فد شي، بس هسه يعني هماتين لا بأس بيهن. شوف شكلهن شلون صار. هذا الظهر مالتنا. هذين الفتحات قلت لكم مال البور ومال الماي، مال الغسل. شوف شلون صار شكله. وهاي هو صار سقف، صار باعتبار بالجهة، انا يعني قلبته بالعكس. شوف البيبان، راح اراويكم البيبان. هذا الباب الاول الصغير اجا هو منه بيباب. شوف القفل، ركز له على القفل. القفل هذا اصلا ما مطروق، ما حد يقدر يسوي. لا كذا يا شيخ وياكم. هاي منا راح اسوي فتحة حتى بخاف غسل ما غسل منا ثقب ينزل للجوا، والجوا هماتين ثقب، والطابق الثالث هماتين ثقب ينزل بالقاع. يعني هاي للغسل تنظيف شي. شوف القفل، القفل اصلا ما مطروق. هو اصلا هذا الترتيب ما مطروق، ما شايف اول مرة اظن انا اسوي هيك. ان شاء الله تستفادوا من عنده. خاف واحد يشوف له سنجي او عنده سنجي بالبيت تاركينه، ليش ينذب؟ تصير بيه خانات وما واحد يستفاد من عنده. فد شي حلو قوي. شوف هذا، هاي الخشبة مكان السلة هنا راح تحط، وهاي العازل مال الخشبة. هناك هذا شوف هذا الشرد، الثقب الثاني يصير جوا الثقب ذاك الفوق حتى للتنظيف. ومن ذيك الجهة قلت لكم مكان الخشبة ذاك، هذاك مكان السلة. شوف مكان الخفل، ترتيب راقي يعني. كل ساعة تجي ببالي شغلة، يا واحد هجي. بالنسبة للشبك شوف بس سيمين رابطة هاي الواجهة كلها، بس سيمين. شوف من فوق ماكو اي سيم. صار ورا هاي الرزة ضبيته، شوفه ماكو اي سيم. هذا سيم مال القفل والفوق ما له شغل، يعني ما ضابه. بس هذا سيم واحد، هذا واحد، وهذا السيم الثاني. بس ذن ضبطن هاي الواجهة كلها بعد للوح اصل ما تطير. هاي حتى من جوا، شوف من جوا، من جوا ماكو لا اكو سيم ولا شي. كيل واحد بس هذا السيم وذاك الثاني. هذا راح اشر عليه. اي هذا
البيبان كلش قوي يعني، فتحتهن وشدتهن كلش قوية. هسه حتى اعطيكم القياسات، قياسات المربع ايش قد صار، يعني فد شي راقي بامكانيات بسيطة. يعني يجي واحد مجرد يعزل له بيه زوج طيور، يزوج بيه، حتى يلزق بيه عادي، يسوي بداية عادي. شو هذا مكان قفل، هذا مال الماي، شوف ينزل للجو. هاي هنا مال الماي، مال الغسل، ينزل قبل الجو. هاي الفتحة الجو، هاي الفتحة هي وحدها صايرة، فانا عليها قمت اسوي، راح اسوي فوقها ثقوب. شوف هذا الباب، شوف ذن البيبان، البيبان انا سويتهن بيدي وبدون نرمايد. سيم لفيته على در نفيس، لا مو على در نفيس، عندي شيش مال همر، هاي البرينة مال همر، عليها لفيت سيم، صار شلون السبرينج دائري. شوف القفل، القفل انا عاجبني كلش، عاجبني. اللي يريد من عنده قفل توصيل انا اوصل له للمحافظات مجاني. شوف المتانة، شوف القوة. شوف الباب كلش قوي، اصلا لا يتحرك. هذا صار هيك وجهه، الواجهة صارت تقريبا 65 سنتيم، هي قياسها قياس السنجي 65 سنتيم. الارتفاع اظن 40 ولا 45، 40 سنتيم الارتفاع، يعني كلش كبير، يعني الطير يرتاح بيه. والنزال هسه شوف النزال هم اظن 40، شوف هذا النزال 40، لا 45، اي 45. هسه راح انصبها وهم تشوفوها شلون راح تثبت. راح اخليها اوقفها بالزاوية، اثبتها. ظلوا وياي تابع الفيديو للاخير. شوف ايش صار شكله، هي راح تصير هيك واقفة. وهاي الفتحة اللي بقت هاي سهلة، بس انا ما محتاجة بعد ما مكملها. هاي هيك صار، ثبتته هنا هيك صار شكله، ذاك السقف، وهذا هيك صار بالزاوية. فد شي راقي يعني انا ما توقعته هيك يصير شكله. اول ما شفته ترمون بالزبالة قلت شو اسوي بهذا، ماخذه. بعدين من رجعت من الشارع يم جماعتي، من رجعت هم صار قدامي، قلت شو دخل لاخذه، خلينا نشوف شلون راح يصير. صار فد شي كلش راقي وقوي. والله انصحكم اللي عنده هيج سنجي ما يحتاج يسوي خانات الا فد شي قوي. تحياتي لكم، ان شاء الله استفادتوا من هذا الفيديو، وان شاء الله تستفادون منه. تحياتي لكم، مع السلامة.